السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم سلازار في فيديو جديد. ومامة سلازار، ازيكم حبايبي؟ كل سنه وانتم طيبين. خلاص بقى بنحضر لرمضان والروايح الجميله، وبنستعد حاجه في حاجه، لان بنحاول كده على قد ما نقدر نجيب حاجه في حاجه عشان ما يكبس مره واحده. ايه يا طبعا بوسي؟ يا جماعه معانا الضيف الجديد اللي نركع عليه يا حبايبي. ايه رايكم استاذه بوسي؟ بوسي 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 بوسي، بصوا. ايه رايكم في الجميله دي؟ بصوا، شقيه بتجري طول النهار. النهارده عامل لكم بقى فيديو كبير فيه اكبر كميه حاجات رمضان، مشتريات تجديد. انا بجدد في المطبخ من اول البوتاجاز، الرخامه، الحاجات ديت بجيب حاجات جديده وبجددها. فهوريكم دلوقتي انا جايبه ايه، حاجات تركي وعلب. يلا مع بعض نشوف مش بطل ضرب فيها. يلا يا جماعه شوف احنا جايبين ايه ونوريكم. يلا بينا. يلا هنجيب ايه بقى؟ يا شقيه بوسي. دي اول حاجه معانا النهارده حبايب قلبي. دي حله الضغط، زينوكس. انت هتفتحوا ايه ولا ايه؟ لا بعيده. اهي يا حبايبي. انا طلبتها اونلاين، لقيتها عرض ورخيصه كويسه جدا. وناس كتير شكرت فيها. دخلت على فيديوهات فلقيت ناس كتير شكرت فيها. انا جايبه طبعا بتاع بيت العز، جميله جدا وممتازه معايا، بس حجمها كبير. انا حبيت ان انا اجيب الاصغر شويه تبقى عملي وعلى طول ايه معايا. الثانيه انا مخليها بس للعزومات لانها كبيره، بتشيل مساحه كبيره. اهي يا حبايب قلبي بالكتالوج بالضمان بتاعها، جميله جدا. بصوا انا فتحتها عشان اتاكد منها. لما جاتني اونلاين نقول بسم الله كده. اول حاجه معانا اهي يا حبايبي، اهي تحفه جميله جدا. وده الكتالوج بتاعها، في الارشادات والاكل وكل حاجه. عكس في بيت العز مش يعني الاكلات والوصفات مش بالدقه اللي هنا. الاكله كل اكله قدامها التاريخ بتاعها، جميله جدا ممتاز، وارشاداته كويسه، الامان بتاعه. هعمل لكم فيديو لوحده وهقول لكم طريقه الاكل والتسويه وازاي هتبقى معايا، مختلفه شويه عن بيت العز. جميله جدا يا جماعه، تحفه. ده كتالوج وافي بكل حاجه عايزه تعرفيها، بعكس ايه بيت العز. اهي يا حبايبي جميله جدا. دي 6 لتر. كنت جايباها ب 650 لا ب 680 بالشحن. هي ب 600 والشحن جنيه ب 80 جنيه. اهي يا حبايبي هنقول كده بسم الله. شايفين ازاي؟ اتخضيت. بصوا يا حبايبي اهي، بصوا هطلع لكم بقى بالراحه عشان هي ليها طريقه. اهي بسم الله، هتغلبنا شويه اهو يا حبايبي. بصوا بتطلع كده اهي، بصوا ازاي سهله خالص. بوسي. شايفين الشقيه؟ بصوا يا حبايبي اهي 6 لتر. في الفازه جميله جدا. موتها، لا تموتها، هي حره بقى. بصوا يا حبايبي هنا في، بصوا العلامه دي اهي لو ظاهره معاكم لحد هنا العلامه ما تزيدش عن هنا، عشان الكميه اللي فوق دي البخار، يبقى الكميه ديت لمساحه البخار، عشان ما يبقاش زياده. فلازم في محاشي في اي حاجه تعمليها لازم لحد العلامه دي ما تزيدش عن العلامه دي يا حبايبي، عشان ياخد وقتها في التسويه. جميله جدا وكويسه، هجربها وهقول لكم فوائدها وعيوبها معايا اهي. بصوا حبايبي بسم الله، ارفعها كده اهي. بصوا خليها دلوقتي هكمل واوريها لكم. عشان انا زهقت منها اصلا. هعمل لكم ريفيو كامل عنها لوحده مفصل بالكتالوج بكل حبايبي، وطريقه التسويه فيها لوحدها في فيديو تاني عشان ما يطولش معانا. دي حبايب قلبي الكاتل ده بتاع القهوه، انا عندي بتاع الشاي نفس اللون ده ابيض وحلو جدا، فانا عجبني قلت عشان يبقى الشاي والقهوه مع بعض. بصوا حبايبي اهو، جميل جدا عجبني. جبته ابيض، كان فيه اسود وابيض بس انا جبت الابيض. الترابيزه تنزل مفلوقه نصين، هي اللي عايزه تلعب. بص حبايبي ده انا جبته ب 100 جنيه من محل عندنا اسمه الشربيني. جبته ب 100 جنيه. ادي يا حبايب قلبي، بصوا دي العلب الكيوت الجميله دي تحفه، عجبتني قوي. جبتهم انا، جبت 3. دي كام واحده بالظبط؟ انا جبت 3. بصوا حبايبي اهي 2 شبه بعض.
هحط منهم دي، هحطها البسكوتات والحاجات اللي بعملها بالشوفان. نعم. ودي هحط برضو حاجات فيها. في عندي انا بجيب الباكيت اللي هو الشاي الاخضر والحاجات ديت، او اليانسون بجيب الباكيت الكبير، فممكن احطهم فيها يحفظها. فدول انا جايبه 3 هستعملهم واحطهم في الكوفي كورنر، هينفعوا معايا جدا. كنت جايبه الواحده ب20 جنيه، مش هسقوا بقى السعر طبعا، بس في عندنا هنا سوق الحد حاجات فيه تبقى بنص السعر، بنص الثمن بالظبط. فانا جبت الواحده ب20، جبت 3 حبايبي اهو. يلا نشوف جبنا ايه تاني. ايه ده؟ دول يا حبايب قلبي دي اطباق صيني عجبتني، حلوه جدا. انا عندي الاركوبال بس كبير وتقيل، فانا عندي في حاجات اللي اتكسرت من الصيني، فانا شلته، يعني شلت بقيته، فحبيت ان انا اجيب دوت، عجبني شكله. هو الراجل مغلفولي جامد بصوا ايه ده؟ هفكه واوريه لكم. طلعتهم يا حبايبي من العلبه اهو، بصوا دي اشكاله. خفيف ورقيق كده، شكله حلو جدا، عجبني، مش تقيل قوي زي اللي عندي، فاستعماله معايا هيبقى سهل جدا. انا جبت 4 بالغويط ده كده، وجبت 4 من ده، يبقى للغرف وللرز للمكرونات للحاجات ديت. بصوا حبايبي، عجبني شكله قوي، خفيف خالص، مش مهرجانات ولا الكلام ده، لا حلو جدا. انا جبت 4 من ده و4 من ده. ده جبته ب17 جنيه الواحد، وده الغويط جبته ب15. جميل جدا ورخيص جدا، انا جايباه من درب سعاده، محلات هناك حلوه جدا ورخيصه الايام ديت، مش غاليه، ان مفيش شراء وبيع كتير، فالناس بتمشي، عايزه تمشي حالها فبتبيع. فدول انا جبتهم يا حبايبي، عجبوني قوي ورسمتهم رقيقه حلوه. يلا نشوف جبنا ايه تاني. وادي حبايب قلبي بصوا، انا ده ملامين اطباق، بصوا عجبني شكلها اهي اهي. ودي اطباق برضو بس دي الوان بصوا خفيفه وشكلها حلو قوي. مخللات، حاجات كده خفيفه، عجبني شكلهم، رحت جايباهم. فالواحد ب5 جنيه، ده ب5 ده ب5، فعجبوني قوي، رحت جايباهم. ما بستغناش عنهم طبعا، بخلاف الصيني خفيف، مش هخاف عليه ينكسر عشان في ايد اولاد او كبار او صغيرين، فالحاجات دي عمليه اكتر من الصيني. فانا جبت من دول 3 ومن دول 3. يلا بينا نشوف ايه تاني. الكيوتا العسل دي قوي، السمايل حاجه تحفه 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 الشياله دي شياله مغناطيس، اللي فوق دي مغناطيس، بصوا اهي اهي، دي كده اهي، بصوا ازاي. دي شايلت دي شايله كحك بسكوت والله، عشان هي بتتفتح وتقفل، لازم ارفع دي لفوق كده اهو كده، بصوا ارفعها لفوق وافردها. بصوا حبايبي كده اهي، ايه رايكم؟ لونها حلو وتحفه، وبتتقفل وتتفتح، بعكس العاديه اللي عندي، يعني اني افكه في مسامير واعمله كده واحط في كيس. لا دي سهله معايا جدا، جميله عمليه، هحط الحاجات اللي انا عايزاها فيها، كحك وبسكوت بونبونيات شوكولاتات، حلوه جدا وعمليه، عجبتني جدا. جبتها، مش هصدق جبتها بكام بصراحه انا كنت جايباهم على العلب ب20 وب20 وب20، وخدتها معاهم برضو ب20. بصوا حبايبي، بعمل كده وازقها لتحت، بصوا بتطلع وتنزل، انا بزق لتحت عشان تقفل معايا، وكده وكده اهي، شايفين ازاي؟ ايه رايكم؟ ليه انا واخداها رخيصه على عيبها؟ لان هنا القاعده بتاعتها واقعه، فانا عندي واحده زيها بتاعتها حاجه عندي مستعمله، فهتركب عليها فهتبقى عملي، فبالنسبه ليا مش مشكله، فانا خدتها ب20 علشان كده. بس بتتفرد وتتقفل عادي، وما فيهاش مشكله، عادي بالاطباق بتنزل. جميله جدا، تحفه، ب20 جنيه يا جماعه، تركي، جميله، شكلها حلو جدا، عجبتني. خليها كده نشوف ايه تاني. ايه رايكم بقى؟ ايه ده؟ ايه رايكم بقى؟ انا عندي جايبه 3، بس ال3 لون واحد، اللي هي الكاتي اللي بتغمض كده بتغمز بعينيها، فلقيت دول انا عجبوني. بعمل رز بلبن، بعمل حلويات، بعمل حاجه، بحطهم في التلاجة بغطيهم. بصوا ليها كبسه، الكبسه بتاعتها التكات بتاعتها بصوا عامله ازاي، جميله جدا اهو. العب دي، يلا العبي يا بوسي. جميله قوي، عمليه وتحفه بصراحه. في غساله الاطباق، في الفريزر، في الميكروويف، بصوا
والرقم بتاعها 5 اللي هو علامه متكرره اني بعمل اكل فيها كتير. جميل جدا. انا خدت الثلاثه ب10 يا جماعه، مختلفين. الاولانيين اللي عندي لشكل واحد، فانا جبت السته، الثلاثه الاولانيين والثلاثه دول للحاجات ديت مخصوص في رمضان. عندي علب وعندي حاجات وعندي ازاز، بس ميزتها اني انا لما بحط الحاجه فيها واغطيها واحطها في الثلاجه ما بتعرقش، ما بتنزلش ميه، الرطوبه ما تخليهاش يعني الرز بلبن لو حطيتيه في الثلاجه من غير ما تغطيه هتلاقيه يومين 3 وهيطلع اللبن بتاعه، هتلاقيه جه على وشه، طلع على وشه لبن. ده لا، انا جربتها تحفه بصراحه. كنت جايباهم الثلاثه ب10 جنيه حبايبي. يلا نشوف ايه تاني. وادي بما اني بقى بغير في المطبخ فانا حبيت اجيب حاجات. بوسي اعمل كده. اطلعي، ايه اللي داخلك هنا؟ بوسي امشي. بص يا حبايبي، دي ماسوره ستانلس كبيره، انا جبتها 75 سنتي، وديت العلاقات بتاعتها، وديت اللي هو الشناكل بتاعتها او الخطاف بتاعها اللي بيركب عليها عشان اعمل المجات. انا عندي المجات حطاها في الكوفي كورنر، فباني الشتا داخله فعايزه اشيلها واحط البرطمانات، فانا هحطها في المطبخ وهعلقهم فيها، هيبقى حلو جدا. انا جايبه الماسوره والعلاقات وديت عاملين كام 40 جنيه بس بديت. ايوه يعني اختم كده قال لي 40 جنيه. عمليه وكويسه، وهعلق اهو. هوريكم بقى اكبر فيديو في المطبخ بالحاجات الجديده اللي هتتركب وهتتعلق تحفه. بما اني بقى رمضان يعني كوبايات يعني حاجات، بصوا عجبوني جدا 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 تحفه. انا كنت جايبه الاول السنه اللي فاتت الاولانيين ب10، السنه دي خلوهم ب15، غلي شويه. بصوا حبايبي 8 1 2 3 4 5 6 7 8 كوبايات. بصوا جمال جدا، عمليه الطفل يمسكها ولا حاجه حتى لو وقعت لا ما بتتكسرش، جميله. حلوه قوي. دول ال8 كنت جايباهم الاولانيين السنه اللي فاتت ب10، فالسنه دي قالك ب15 عشان الغلاء ومش الغلاء والكلام ده، فانا جبتها. جميله قوي، عجبتني ولقيتها عمليه في كل حاجه. فانا عندي بحط الثلاجه الصغيره بره في اوضه الولاد، فبتنفعني اني انا بحطها وبيشربوا منها، جميله جدا. دي معلقه اللي هي الاسباتولا. انا عندي جوه 2 بس مش زي دي اللي عندي ما فيهاش. بصوا دي العصايه بتاعتها لغايه فوق فجامده جامده، اللي عندي جوه طريه خالص، العصايه للنص فبقى حلوه. بتوجع خلاص بقى. فانا عندي لغايه هنا بس العصايه، فمن هنا طريه ما بعرفش اقلب بيها، فانا عجبتني دي جدا وجبتها. عمليه وتقيله، بصوا الايد بتاعتها مش بتطلع وتخش، بتقع يعني، فجامده قوي. فانا جبتها ب10 جنيه، جميله وعمليه حلوه جدا. هستعملها في رمضان. وباني اللي بعمل البوتاجاز بقى، انا بقى له سنين معايا فالعيون مش مظبوطه شويه وبدات تتاكل، فانا جبت طقم للبوتاجاز. بصوا حبايبي وانت في الجيش. بصوا حبايبي ده طقم كامل، طقم عيون للبوتاجاز جديده اهي. بصوا انا جايباه من شارع كلود بيه في رمسيس. هناك الحاجه كويسه جدا. بتسالي بقى في المحلات في اللي بيقول لك 130 و120 والكلام ده، لا انا جايبه الطقم ب95 جنيه، تحفه بصراحه، جميل جدا. يعني عجبني احسن من اللي انا سالت عليه اول مره، ويعني اول واحد سالت عليه قال لي 210 و130 والكلام ده، بس فضلت لحد ادور في المحلات لحد ما جبته ب95 جنيه. هجدد بيه البوتاجاز وهفرشه معاكم، هيبقى تحفه بصراحه. عجبني قوي لان بقالي كتير، بقاله سنين معايا فما غيرتوش، فانا حبيت ان انا اجدد واجيبهم عشان بدا يتاكل معايا العيون. يلا نشوف ايه معانا تاني. بما ان الرخامه والحيطه فانا جبت ده، ايه رايكم؟ انا جبت 2، جبت ده الاول الرخامي الابيض. ايه ده؟ ودوت ايوه ده عجبني ليه؟ بيعكس، يعني انت لو بصيت فيه هتلاقي نفسك مقلوب، لو عملت كده هتلاقي نفسك معدول. والله بيعكس الضوء الصوره يعني. فانا جبت ده، عجبني حلو جدا. ده المتر فيه ب20، كان ب25 خدته ب20. ده انا جايباه من الجمله نفسها من المصنع اللي بيعملها،
معرض ومصنع بيعمل يعني ايه جمله تقريبا مع بعض، لان انا سالت عليه بره غالي، فهناك انا خدته ب20 يعني ارخص من بره بكتير. وده 3 متر وده برده 3 متر، خدته ب30، جايباه من هنا من عندنا مش من بره، فب 30 جنيه برده، والمتر واقف فيه ب10 وده ب20 المتر. فجبت الاثنين. هشوف بقى هحط ده على الحيطه وده على الرخامه، فهشوف معاكم هنعمل ايه. بدل اللي على الحيطه التاني اللي هو الكاتي ده. نوعه مش كويس وما بينضفش، فغلبني بصراحه مش حلو خالص. وادي معانا المناديل طبعا بتاع المطبخ ما بستغناش عنها، فانا جايباهم هاخد منهم واحده واشيل لرمضان برضو. جميله وعمليه وبحبها قوي، تخينه وورقتها تخينه، فانا جايبه 3. الاول كانت 3 ب10، فدلوقتي لا، بالنسبه للغلا ده فبقت الواحده ب5، فانا جبت ال3 ب15 جنيه يا جماعه. ودي شنطه خروج بروح بيها السوق، بتبقى عمليه اكتر ان بحط في الموبايل، بحط الفلوس كده، ليها كذا سوسته، واحده اهي وواحده اهي وواحده اهي. بصوا حبايبي، ديت الايد بتاعتها، بس انا لسه ما استخدمتهاش، اللي عندي اتقطعت السوسته بتاعتها، فدي عمليه معايا اكتر، بلبسها وانا نازله السوق، بتنفعني عن الخروج، فعمليه اكتر انا جبتها. دي جايباها ب35 جنيه حبايبي، من العتبه من تحت برضو، ودولت من المحل اللي انا جبته منه في رمسيس، بيبيع اللي هو الجمله بتاعتها. وديت كفر للمروحه بتاعت السقف عندي، انا كان عندي البامبا فانا مش لاقيه بصراحه، مش عارفه انا ايدي حطيته فين، فدول 3 جبتهم. بصوا عجبني لونهم ب5 جنيه الطق، رحت جايباه هغطي بيها عشان الشتاء والتراب وكده، فانا مش هشغلها في الشتاء، فانا هحطه عليها، هركبه وبعد كده هشيله واحطه في كيسه تاني زي ما كان. ده جايباه ب5 جنيه حبايب قلبي. ايه تاني بقى؟ وادي حبايب قلبي ده استند للتليفون اللي معانا دوت، كل شويه بيقع ومفوت خالص، فمضايقني، عشان كده تلاحظوا ان في حاجات انا بعملها بصور بايدي، فانا جبت دوت اصور بيه في المطبخ. تقيل وخامته كويسه، عجبني ومش طويل. جبته ب10 جنيه. هي الحاجات دي مش كل حاجه يا حبايبي، في حاجات انا جايباها بجيبها على مراحل، مش كله في يوم واحد، انا بجمع وبعد كده بوريكم اللي انا جايباه. عجبني قوي برضو المنظم ده، كم الورقه بتاعته اتقطعت. عجبني قوي ان هو انا عندي جوه، بس اللي هي دي طويله، فطويله جدا مش حباها، مش عارفه اركبها على حاجه، فدي سهله ان انا هعلقها من هنا على الحوض، هحط اي حاجه بتاعه الصابون والليف والحاجات ديت هتجمعها لي كلها ومن غير ايدين، وهتتعلق كده، هيبقى شكلها حلو جدا. هي كان مكان ايد اهي بس مخلوعه، انا خدتها على عيبها كده لان بالايد غاليه شويه، فانا خدتها على عيبها كده لان انا مش عايزه الايدين خالص، انا عندي بالايد مش عارفه استعملها، فعجبني قوي جدا، هحتاجه في حاجات كتير قوي، ممكن هستعملها وهقول لكم اعملها في ايه. جايبها ب10 جنيه حبايبي. وده برضو ده بتاع الحوض، بيتغسل فيه الفاكهه، الخضار، كوبايات، اطباق صغيره، بتحطيها على الحوض وتشطفي وتحطيها عليها الصفه، جميل جدا، عجبني قوي. جميل قوي، مش اللي هو بيتفتح ويتقفل بيتكسروا، ما كانش حلو، ما عجبنيش. ده كنت جايباه ب12 ونص من هنا برضو، من عندنا من السوق حبايب قلبي. في بقى سجاد وفي حاجات انا جايباها تاني، بس الفيديو طول قوي معلش، هعمل فيديو تاني وفي اجهزه وحاجات، بس انا قلت ابدا حاجه. فاستنى ابتدوا يعني يا جماعه الموسم الثاني من الفيديو، الجزء الثاني هننزل حاجات تانية، وفي الاجهزه بتاع المطبخ، وفي انا جايبه رخامه مطبخ برضو هدخلها جوه وهقول لكم التجديدات بقى والفرش. كل ده جزء يعني صغير، لسه هنفرش المطبخ وهنوضب، بس حاجه كده عشان نيجي على رمضان نكون هاديين، ما يكونش كل حاجه متلبس علينا. لايك وشير واشتراك في القناه حبايب قلبي عشان نكبر بيكم، عشان والدتي بتفرح بيها جدا. وانتم طيبين، يعود عليكم الايام بخير يا رب، اللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين. السلام عليكم.